شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. كل واحد فينا بيحب يكون مميز، مشهور، الناس بتشاور عليه، يحقق إنجاز جديد من نوعه ويبهر بيه العالم كله. من هنا جت فكرة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كتاب بيضم كل المميزين وأصحاب الأرقام الفريدة والغريبة في نفس الوقت. تصوروا مثلا سيدة من الصين دخلت موسوعة جينيس بسبب شعرها، عندها أطول شعر في العالم 5 متر و62 سنتي. طبعا الشعر طويل ميزة زي ما احنا شايفين، لكن أكيد العناية بيه كل يوم مشكلة، وأكيد بيأيدها في الحركة. في راجل هندي لحيته 181 سنتي، أطول منه هو شخصيا. يا ترى بيمشي بيها ازاي في الشارع؟ بيشيل دقنه بإيده ولا بيحطها في جيبه ولا ايه بالظبط؟ المؤكد انه هو سعيد بالشهرة ولفت الأنظار. طاهي فرنسي عمل أكبر قطعة شوكولاتة في العالم، وزنها 100 كيلو جرام. كل شيء في موسوعة جينيس فريد ومميز وغير مسبوق. الموسوعة بتتجدد كل سنة بأرقام أحدث وأغرب، والعالم كله مهووس بأرقام المشاهير والمميزين. الموسوعة بتبيع في السنة 100 مليون نسخة، يعني أكتر الكتب في نسبة البيع بعد الكتب السماوية. ليه؟ وإيه السر؟ اشتريت نسخة وقريتها، اتفاجئت بوجود عدد كبير من العرب المميزين في الموسوعة. كل واحد فيهم ليه إنجاز أو تفرد مختلف ومبهر، وكل رقم قياسي وراه قصة كفاح وهدف كبير وعزم وتصميم على النجاح. قررت أقدم لكم مين هم العرب المميزين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. حلقة مميزة جدا بيهم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نشوة. بدأ إصدار موسوعة جينيس بسنة 1955. صاحب الفكرة شخص اسمه مستر بيفر بإيرلندا، هو اللي كان صاحب البار جينيس، وطلع بهالفكرة لأنه حصل حديث بين الموجودين كانوا بالبار عنده عم بتحذروا على ريكورد ممكن يكون بالعالم، وطلعت بفكرته أنه مزبوط ما في كتاب لحديث هلا كان مجمع كل الأرقام القياسية اللي حصلت بالعالم، وطلع بهالفكرة بهالطريقة. وأصبحت موسوعة جينيس من أكثر الكتب مبيعاً في العالم، ويقترب حجم مبيعاتها من 100 مليون نسخة. ومن أهم النوادر التي سجلتها موسوعة جينيس أقصر رجل في العالم، الصيني بينغ بينغ، ويبلغ طوله 74 سنتيمتر، ويظهر في الصورة بجوار الصيني باوكسي شين، أطول رجل في العالم، ويبلغ طوله 236 سنتيمتر. وكذلك الإسباني جورج إليتش، أصغر مروض أسود في العالم، بدأ في مهنة ترويض الأسود في السيرك وعمره 5 سنوات. يعد فيكتور غوميز هو الرجل الأغزر شعراً كما يبدو في الصورة، بينما تفخر لي ريدموند بأنها صاحبة أطول أظافر في العالم. ويعد مارك زوكربيرغ الأمريكي أصغر ملياردير في العالم، حيث يبلغ من العمر 23 سنة ويملك $1.5 مليار أمريكي. أما أكبر تلميذ في مدرسة ابتدائية فهو الكيني كيماني ماروغ، وكان سنه أثناء الامتحان 84 عام. الإجراءات الواحد لازم ياخدها حتى يقدر يفوت بالموسوعة. أول شغلة وأهم شغلة إنه يكون عنده فكرة تحتيم رقم قياسي. الشخص اللي عم بيجرب يحطم الرقم القياسي يكون تابع لمعايير الجينيس الأرقام القياسية. أول ما يبلشوا بالإجراءات تسجيل رقم قياسي تبعهم، نحن بنتصل بنكون مع علاقة مع جينيس الأرقام القياسية بالمكتب الإقليمي، هن بيعطونا كل المعايير إنه الشخص لازم يتبعهم حتى يقدر يحطم رقم قياسي تبعه. المزايا اللي بيحصل عليه الشخص اللي بيسجل رقم قياسي، أول شيء على صعيد شخصي بيكون حقق إنجاز كتير مهم، بتعطيه معنويات كتير قوية، وبيصير كل شيء معقول بحياته على كل صعيد. هيدي أول شغلة كتير مهمة. تاني شغلة المهمة إنه بتوصل له شهادة من جينيس الأرقام القياسية، وبتبرهن إنه حصل إنه أنجز رقم قياسي، وهيدا أهم شيء. ثالث شغلة كمان إنه بيصير اسمه بجينيس الأرقام القياسية، وبيطلع له مجال إنه يدخل الموسوعة مع صورة مع
التفاصيل تبع الريكورد اللي عمله، وهيدي الشغله كمان كثير منيحه. ورابع شغله كمان اللي عم بيصير انه الناس اللي عم بيحققوا ارقام قياسيه عم بينعزموا كمان على ايفنتس، على اكزيبيشنز، على اي شغله بتقدر يعني هو بيقدر يحكي على الانجاز تبعه وشو فكرته وكل شيء. هدول هن الادفانتجز اللي بيحصل الواحد بس بيسجل رقم قياسي. الناس اللي سجلوا ارقام قياسيه اللي عم بيجي على بالي هلا ست اسمها ريم الجرك، اللي هي مواطنه من الامارات، وطلعت بفكره انه تعمل اكبر لوحه مكونه من بيدز، وعملتها وتسجلت بجنس ارقام قياسيه وفاتت بالكتاب، دخلناها بالموسوعه 2009. ومثلا هلا عندنا مثلا اكزيبيشن تبع البوك فير بابو ظبي باخر مارش، عزمناها حتى تفرجي الناس اللوحه تبعيتها، حتى الناس يفهموا اكثر انه شو جنس وكيف بيقدروا هن كمان يعني يعملوا ارقام قياسيه وباي طريقه وشو الفكره وراها وكل هالتفاصيل. كليات الطيران في العالم كله ليها شروط معينة لقبول الطلبة: الطول، الوزن، اللياقة البدنية، سلامة النظر، وما ينفعش يبقى فيه أي تنازل أو تساهل في الشروط دي. حبيب الموسى شاب إماراتي كان حلم حياته يكون طيار، ورغم أنه أقصر بكتير من الحد الأدنى لقبول الطيارين إلا أنه قدر يقنع لجنة الاختبار بكفاءته وتميزه، وفعلا التحق بالكلية وكمان تفوق ودخل موسوعة جينيس من باب أقصر طيار في العالم. لكن جينيس لم تكن المحطة الأخيرة في طموحه. بعد ما حقق الشهرة فضل يذاكر ويجتهد ويبحث لحد ما أصبح ليه اختراعات باسمه ونظرية علمية بتثبت أن هبوط الطائرات في كل العالم بيكون في اتجاه الحرم المكي أو المسجد الأقصى. تعالوا نشوف حكايته مع الطيران في التقرير. معانا أقصر وأمهر طيار إكروبات في العالم العربي، حبيب الموسى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. يا طموح يعني مشهود لي، لأنه الصفات الطيار في العالم حاجات محددة وزي ما بيقولوا كده بالقلم. 160 سنتيمتر الطول، ده أقل حاجة. أيوة. ومع كده أقنعتهم وتمكنت إن أنت تدخل كلية الطيران وتحقق طموحك. الحمد لله. إزاي؟ إيه اللي قلته لهم خلاهم يقتنعوا بكلامك ويقولوا لك خلاص أنت معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. طبعا قبل ما أبدأ بكل شيء، أنا أي مكان يعني يوم يستضيفوني أي برنامج، الكلمة اللي أقولها الله نور السماوات والأرض، لأن أحس نفسيا أكون مرتاح. أنا من صغري يعني كل طالب، ونحن عاداتنا وتقاليدنا يسألون عقب ما تخرجت شو تبغي تكون، طبيب أو مهندس أو أي شيء. فأنا كل من كان يسألني كان جوابي أبغي أكون طيار. أوكي، أبغي أكون طيار. فكبرت وخلصت دراسة، وقف الوالد قدامي قال لي لا، أنت لازم تكون طبيب. طبعا سافرت روسيا مع إخواني، يوكرانيا كييف، أساس نصير طب، ندرس أنا وأخواني طب. سجلنا في الجامعة أو في الكلية في روسيا. طبعا أنا قاعد في البيت لأن قلت لهم أنا ما أحب مش مقتنع، مش يعني مش بالموضوع. أنا أبغى أدرس، أبغى أسوي شيء اللي أنا أبغيه، مش حد آخر يعني. فكنت أدرس كتب عن الطيران أثناء دراستي في المدرسة وفي الجامعة. كنت أدرس كتب عن الطيران، تقريبا كان عندي خلفية عن الطيران، وزن الطائرة، شو من أنواع الطائرات، شو من أنواع الطائرات حق أيروباتيكس، وشو الباسنجر شو حق شحن. كان عندي تقريبا خلفية.
الطول رانوي او ما ادري كم لازم يكون. فيوم خلصت الدراسه رحت كليه طيران تقريبا سنه أو 12 شهر 11 شهر كنت راجع ابى اسجل ابى اكون طيار. فلان طولي 140 سنتي فكانوا يرفضون. فسالت المسؤول الشخص قلت له ممكن بس اعطني 10 دقائق من وقت من يور تايم. قلت له شوف لا تشوف طولي، شوف شو اللي عندي هنا، مش اي يعني احنا عندنا مثل يعني واحد طويل ما يفهم اي شيء. عفوا يعني مع احترامي للشخص الطويل. احترامي الطوال ايوه. فقلت له يا اخي انت لا تشوف طولي انا، شوف شو اللي عندي، اسالني اي سؤال عن الطيران وانا مستعد اكثر اسئله اللي بتسالني بجاوب انا. سالني كم الاسئله كنت اجاوب، ما كنت اعطيه مجال للشخص اللي كان يسالني اساس يكمل سؤاله. كان يسالني على طول كنت ارد عليه، وساعات انا كنت اساله وكنت كنت اجاوب. بالمثل سالت سؤال، انا حاليا قاعد معك انا بسالك سؤال ممكن تجاوبيني؟ صندوق الاسود اي لونه ممكن تجاوبين انت؟ مش اسود. صندوق الاسود بدون ما تفكير، الناس بدون ما يفكرون، لان صندوق الاسود قالوا صندوق الاسود فجاوبوا لونه لا، صندوق الاسود لونه برتقالي مش اسود. وسموه اسود ليه؟ لانه مصنوع من الماده اللي ما يتلف باي مكان في البحر او في الماء، يعني تقدر تطلع بعد 10 سنوات وتشوف شو اللي مخزن فيه. فانا كنت عندي خلفيه عن هالاشياء. فسالته سالني قال لي صندوق الاسود، قلت له لونه برتقالي، ما اعطيته مجال اساس يقول لي شو لونه لان عرف شو السؤال. فقدرت اقنع الشخص او المسؤول لانه مش كل شيء طول، لا اللي موجود وانا افضل هالشيء يعني يشيلونه، يعني طول لازم يكون او يعني بالنسبه لي انا شيء انا كراي شخصي اشوف شيء ما يعني ما له معنى. انا اخلي يعني اكون صريح معك، انا اخلي مخده او موسده يعني يوم اقعد على الطياره اخلي موسده. ايه المشكله؟ بالنسبه لي انا ما في مشكله. او سواء في طائرات ايروباتكس عروض الجويه نفس الشيء اخلي موسده، يعني مش اني كطولي كاكون يعني نوعا من خجل او شيء، لا بالعكس. انا انت سالتني قبل ما نبتدي قلت لي لو ممكن تركبي معايا طائره، وقلت لك انا ما عنديش مشكله، انما في ناس كان عندهم مشكله لما يعرفوا طولك مثلا. لا مش بالنسبه للطول. إيه؟ انا ما ابغي اذكر الشخص اسمه، شخص عزيز علي معروف دوليا عالميا. فكان عندنا يعني كلام بيناتنا نمسخر ونغشمر قلت له بتركب وياي في طياره؟ قال لي بركب وياك ما اخاف. قلت له شوف راح اسوي شيء اللي اي مكان تشوفني يعني تشرد مني، بس تشوفني قدامك يعني تهرب مني. قال لي ما اخاف منك. قلت له اوكي. سويت له شيء اللي بس يقول لي الله يخليك نزلني. طب ليه لا زي طائره خاصه سنجل انجين يعني ذات المحرك، اجرنا طائره من الامارات، من مدرسه الامارات للطيران، وركب معي. تقريبا سويت له يعني اشياء اللي يسوي في ايروباتكس في عروض الجويه. قلت له كغشمر، قلت له كم بتدفع لي اساس انزل الطياره؟ قال لي اللي تبغيه واللي عندي في البنك بدفع لك، بس الله يخليك نزلني. طب كويس انك حكيت لي الحكايه دي عشان خلاص هونت. اذا انت مستعده تعالي اركب معي لا الطياره. شكرا هونت. انت كمان ما توقفتش عند حاجز الطيران وحققت طموحك واصبحت طيار ودخلت موسوعه جينيس الارقام. انت اللي قدمت على الموسوعه؟ فلا مش انا طبعا ما كنت اعرف شو الموسوعه. يعني ما كان عندي خلفيه. فانا اثناء دراستي في مدرسه الامارات الطيران كانوا يجون مصورين كانوا يصورون من الجرايد من المجلات ومن الصحف. فصحفي الله يذكره بالخير نبيل ميران من الامارات قال لي تعرف انت اقصر طيار؟ قلت له اوكي سوات يعني شو يعني؟ قال لي في كتاب او في موسوعه باسم موسوعه الجينيس. ما كنت ادري شو يعني موسوعه الجينيس للارقام القياسيه. فقال لي انت اقصر طيار، يعني فهمني يوم لين ما فهمت السالفه تقريبا يمكن اسبوع. قال لي كتاب في كذا يدفعوا لك ما يعني وايد اشياء يعني. عقب عرفت السالفه ما كنت يعني مقتنع بهالشيء. اوكي سوات انا دخلت موسوعه. وبعدين
لا بعدين فكان يقول لي بعدين بتكون شخص معروف، يعرفونك، المجلات والصحف. وقلت له اوكي، يعني كيف اقول لك، نوعا ما يعني ما كنت احب هالشيء ولا ما كنت مقتنع بهالشيء. فستيب باي ستيب شفت لا فعلا شيء مميز يعني. صحيح. فساعدته، هو ساعدني وايد يعني في هالمجال، فهو الشخص السبب دخولي انا موسوعه الجنس. فرقت معك في ايه لما دخلت الموسوعه؟ هو شو اسمه في الامارات. فرقت معك في ايه؟ كيف بعد يعني؟ ما دخلت الموسوعه ايه اللي اتغير في حياتك؟ اللي دخل فيها ثقه بالنفس، واحد العالميه بقى، الشهره، قابلت رؤساء العالم، واول رئيس اللي يعني مثل شافيز اعطاني جائزه، الطائره بهالكبه ذهب اعطاني، رئيس الايراني انذاك سيد الخاتمي، ورئيس الامريكي باراك اوباما، وكنت معزوم في انوغريشن يوم التثبيت، يوم نعم. كنت موجود. فدعوه رسميه يعني يعني مش من هو من مجموعه من الناس اللي موجودين وياه. ففعلا يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. الحمد قول لنا لله. بقى عن النظريه بتاعتك دي، يعني ايه كل الطائرات بتهبط باتجاه الحرم الشريف؟ كل الطائرات زمن الاقلاع او زمن الهبوط يعني لاندنج بيكون صوب الكعبه او بيت المقدس. ازاي؟ احنا لو نقول يعني الكره الارضيه مثل الكره، لو نشرف يعني لو نفرش نسوي مثل ورقه، الكعبه بيكون وسط يعني في القلب. في القلب. نعم. في ارقام يعني يسمونها زوايا الاقلاع بالطائرات. البحثي واثناء دراستي في الدراسه الارقام الجميع بيكون على صوب الكعبه، السنترال اوف ذا شو اسمه ارض يعني. نعم. فانا قابلت علماء من جميع المذاهب وجميع الاديان، علماء المسلمين الشيعة والسنه، علماء المسيح. فكنت اسالهم يعني، لان سمعت من شخص من واحد من العلماء الكعبه والبيت المقدس بيكون، اذا كعبه هنا بيت المقدس بيكون عكس الكعبه مقابل. نعم. فرنوي او مدرج، ليش يعني كل الطائرات يطلعون على صوبين؟ ليش يعني مش لين نص الرنوي بعدين لازم يطيرون لين اخر رنوي؟ فهاي السبب كان انا اذا شفت شيء يعني ما في شيء خلق في الارض بدون سبب، فيها اسباب، كل شيء وراها اسباب يعني فيها سبب. فالحمد لله رب العالمين. ايه هو طيب السبب انه كلها بتتجه ناحيه الكعبة؟ يعني المصدر الرياح بيكون بيت المقدس او الكعبه. سبحان الله. اساس كذا كل الطائرات اتجاه في الاقلاع وفي الهبوط. ايه بيكون صوب الكعبه وصوب بيت المقدس. طب النظريه دي شاركت فيها حد تاني يعني؟ طبعا كانوا في شباب من برج المراقبه من مطار دبي، الله يذكره بالخير، نسيت اسمه، حسن ميرزا الله يذكره بالخير، يداوم في برج المراقبه. وذهبت الى كذا بلدان اساس اشوف يعني عشان تثبت النظريه. اثبت. وطبعا سنتين لين ما قدرت اثبت هالشيء. سافرت كذا بلدان، طبعا مش شيء سهل واحد يدخل المطار او رنوي ويقول لهم انا ابا عندي نظريه او عندي اكتشاف ابا اثبت. حيدوا لك نظريه هم عربي ومسلم تعال. بعد احداث هذه 10 من سبتمبر طبعا. وما ابغي ادخل في السياسه ولا ابغي ادخل في شيء. انا كذا مره قايل احداث هذه 10 سبتمبر بالنسبه لي انا كلام مرفوض جمله وتفصيلا بالنسبه لي انا كطيار. فبعد اقول يعني ما ابغي ادش في السياسه، فعندي نظريه احنا بندخلش في السياسه هي اللي بتجلنا. ايوه دائما. فيعني كان عندي مشاكل سنتين لين ما قدرت اثبت، وسجلت باسمي في الامارات في وزاره الاعلام، وفي يونسكو سجلت باسمي. فهالشيء يعني الحمد لله ملكي انا.
موفق وان شاء الله من تقدم لتقدم، وكل الله شويه كده يخليك. نسمع على حاجه جديده ليك ان شاء الله. الله بإذن الله. يخليك. اهلا وسهلا بك. شكرا. طبعا في ناس حلمت تدخل موسوعه جينيس وحطت الموضوع ده هدف قدام عينيها. الاستاذ محمد العسيري من السعوديه اشترى الموسوعه سنه 88 وعجبته جدا، وقرر انه في يوم من الايام لازم هيكون موجود فيها. ازاي؟ هنعرف بعد الفاصل. بخصوص وجود عرب في موسوعة جينيس، أكيد موجودين، سمعت عنهم. سمعت عن عرب موجودين بالأرقام القياسية، بس الأكثرية يمكن غير العرب. أنا سمعت عن واحد سعودي أعتقد أكل تقريبا 22 عقرب. أنا سمعت إن في عرب موجودين في الموسوعة، واللي يدل على كده الأكبر علم إماراتي اللي عملوه مؤخرا. أيوة سمعت بكذا شخص عربي موجودين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. سمعنا من قبل بدخول ناس عرب بموسوعة جينيس الأرقام القياسية، مثلا الفنان المطرب صباح فخري دخل لأطول فترة غناء متواصل لما كان بيأدي حفلة بأحد حفلاته بأمريكا. عارف إن في عرب كثير في موسوعة جينيس، وعارف إن الإمارات دخلت بأكبر صحن رطب في العالم. شخص لبناني مؤخرا دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية اللي هو عامل سفينة التايتانيك من عود الكبريت. بعد الفاصل جمع أكثر من 3000 سبحة في بيت. معنا أعزائي الأستاذ محمد العسيري من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك معنا. أستاذ محمد، إمتى ابتدت معك هواية جمع السبح؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت من الصغر، من الطفولة، كان عمري 13 سنة، كنت أعمل يسمونها الكرابيج، اللي هي الربطات العقد نعم. العقد، بس أنا ماني معقد يعني لا. أنا قاعد أعمل عقد بس مش بس العقد دي صعبة جدا، ده اللي بيتعلموها في الكشافة بياخدوا كده أيوة. أنواط عالية أيوة على طول. أيوة فعلا. فتعلمت الربطات اللي هو الصوت اللي نسميه الكرباج حنا. بعد كذا أنا التحقت الكشافة برضو علمتني اللي هي الربطات الكشفية. بعد كذا يعني أنا توظفت في شركة واشتغلت في البحر لمدة 13 سنة. فالبحر برضو قاعد أتعلم منه مليان عقد بحرية، كل عقد، أنا حياتي كلها عقد يعني. فتعلمت اللي فاتني، وكانت هواية عندي. سنة من السنين كان عندنا سبحة وانقطعت علينا، وأنا ادعيت إني قاعد بسويها، أنا أعرف أسويها. فعلا رحت شريت لي المكرة وحاولت إني أسويها، يعني سويتها إلا 90%، يعني ما ضبطتها مضبوط يعني ماشي. بس هذه المرحلة خلتني قاعد أتطور أكثر، قاعد أتعلم إلين تعلمت كيف أسوي السبح. اقتنيت سبحة يعني من الصغر، طبعا من السبح عادية، بس إني اقتنيتها وسويت لها الربطة واحتفظت بها عندي، وكانت يعني هي سلسلة اللي تسحب اللي بعدها، قاعد أنا أجمع من السبح. بعدين صار يعني الواحد عنده دخله المادي صار كويس، يعني برضه صار ايش يفصل له شغلات خاصة، يعلق. أنا صرت أكثر شيء إني أشتري أفصل لي شغل خاص وأعلقها عندي في المجلس. وفجأة لقيت أنا عام 1988 لقيت الكتاب من موسوعة جينيس، وطبعا بالإنجليزي أنا يعني معلوماتي، أنا أقول لك أعرف إنجليزي، أعرف يس ونو ما عليه، بس إنه هذه أرقام قياسية الناس قاعدة تدخلها تحطم، يعني أطول شخص، أقصر شخص، الشعر الطويل زي ما قلتي أنت. فقريتهم في الكتاب، حطيت لي هدف إنه إن شاء الله يوم من الأيام أنا بكون في الكتاب هذا، بس متى الله العالم يعني، بس إنه الواحد يحدد له إمتى وبإيه كمان، وبإيه ما أدري والله. بس إنه يعني مشيت خطوة أنا طويلة والله. بس في عام 2006 2004 قبلها كنا في معرض في لندن اللي هو أيام سعودية، كان معنا الأمير تركي الفيصل الله يحفظه، كان السفير السعودي في لندن. فقلت له أنا عندي مجموعة كذا ويا ليت بس ترتبوا لي مع الموسوعة على أساس يجون، إذا كان يعني مثلا الشيء هذا يأهلني على الأقل أنا أتحمس ولا أشوف البديل. نعم. فجو اللجنة فعلا شافوا العرض عندي وشافوا السبح، أنا كنت معلقهم في شجرة مليانة من السبح، بس إنهم دقروا معاي في حاجة، في سبحة عاج كانت معاي. قالوا لا هذا ما ينفع. ليش؟ قالوا لا أنتوا تذبحون الفيلة عشان تأخذون نيابة. والله ما عندناش فيلة، إحنا ما لنا علاقة بالفيلة. قالوا لا، يعني أنت مع مجموعة قاعدين تدعمون الناس اللي
يذبحون الفيلة. فهم شالوا أوراقهم ومشوا، يعني زعلوا فعلا. برضو جمعت قواي أنا في عام 2006 كان فيه معرض في الرياض اللي هو اليوم الوطني، وسبحان الخالق يعني قبل العرض بساعة واحدة احترقت الخيمة اللي أنا كنت مسويها كلها اختفت، قطعة واحدة يعني. حتى عندي في واحد من الربع مصورها مقطع فيديو. فسبحان الله ربك قاعد يعوض. يعني أنا الحمد لله صبرت، تعرضت الابتلاء هذا وربك سبحانه عوضني. 2007 يعني خاطبت الموسوعة وقبلوا الشيء هذا، قالوا بنرسل لك المندوب على اساس الكميه اذا كان الفيلم الوثائقي اللي ترسله مش كافي. فعن طريق شو اسمه في مكتب اللي هو تعريب الكتاب جينيس في الشرق الاوسط اللي هي الوسيله، ما قصروا يعني، بذلوا مجهود معاي ووصلوني للمرحله هذه الحمد لله رب العالمين. انا اقول لك اني دخلت، انا قدمت عليهم 5 أرقام بس هم قبلوا رقمين 3 ما قبلوها. ايه الارقام اللي دخلت عليه؟ أنا اللي هو أكثر عدد سبح شخصية اللي هو العدد 3220، هذا موجود عندي في متحف. الرقم الثاني اللي هو أكبر سبحة في العالم 75 كيلو وزنها. الرقم الثالث اللي هو أنا عندي بقايا الخيوط، لما أقص الخيوط هذه أسويهم الزايد أنا قاعد أحفظه يعني ما أرميه، لين وصلت الكمية عندي الحين يمكن 58 كيلو غرام. فأنا قاعد أقصصها بعد كل معرض، أقصصها على 1 إنش واجمعها في برطمان زجاج معطيه شكل تعرفين اكثر يكون فيه الذهبي والفضي. ففعلا معطي الوان الزعفران. حتى اكثر الناس في المعارض يقولوا لي يعني بكم كيلو الزعفران؟ مش زعفران، هذه بقايا خيوط. الكميه هذه انا حسبتها انه ال50 متر منها، ال50 متر يطلع الوزن حقها 2.9 جرام. نعم. فالكمية 58 كيلو، معناته أنه الطول لو شبكناها في بعض تطلع 777 كيلو متر. فأنا كنت في معرض، في مش معرض، استضافة، كان في ملتقى أو حاجة زي كذا في الغرفة التجارية في الدمام على أساس أني أعرضها في 7/7/2007. وسويت لها طبعا بوكس من البلاستيك الأكريليك اللي هو 116 سنتي في 234 سنتي، سماكه 7 سنتي، كله شفاف على اساس اني اعبيها وتطلع كلها لون واحد، تطلع لوحه فنيه. بس انه سبحان الله يعني ذاك اليوم انا مرضت ما قدرت اتصرف، فطبعا خلاص الواحد بعد هم ما عنده صحته، ما قدرت يعني اعلنها في 7/7/2007. عندك الرقم الثالث اللي هو عندي فوق ال 200 حجر مميز، 200 حجر كريم. لا مش حجر كريم، حجر طبيعي من الارض. ايوه. بس كلها الميزه فيها انه على شكل رجال، على شكل راس خروف، على شكل نسر، على شكل اللي هو الشجر المتحجر. انا طول عمري بلف، انا طول عمري رحال صراحه يعني على اساس تكونين على بينه. فهذه الرحلات هذه عطتني كميه من اللي قاعد اجمع احجار، اسوي الصناديق القديمه هذه انا انقشها، لانه فعلا يمكن فتره اخذت لي يعني تعب نفسي كذا بسيط، فاضطريت اني اعمل حاجه عشان انسى التفكير، ما هوجس في شيء قدامي قاعد يشغلني. هذه خشيت المعهد المهني عام 1413 ودرست فيه 6 شهور اللي هو النجاره، على اساس النجاره ذي تخدمني في ديكوري انا، يعني ما احتاج واحد ثاني. نعم. خلاص انا ابغى اسوي الديكور هذا انا اسويه بنفسي، انا اقص اخشاب، اسوي النقوش. قلنا هذا الرقم. عندي ارقام السيارات القديمه، لوحات السيارات، النمره حق السياره القديمه في السعوديه، هذه كانت تستخدم اللي هي كانت مميزه بالمدن، بحيث انهم كانوا يعرفون الضيف انه هذا فعلا من المدينه، هذا من مكه، هذا من جده، هذا جاي زائر مثلا في الرياض. هذه نقل المدينه. هذه نقل المدينه. دلوقتي بقت حروف، الحين حروف لانه كثرت الارقام خلاص ما صحيح. الحين حطوها 3 حروف و4 ارقام، كانت 3 حروف 3 ارقام، الحين لا، على اساس كل مثلا حرف ياخذ له مثلا 10. خصوصي مكه، هذه خصوصي مكه. نعم. طبعا انا في حاجه نسيت اتكلم فيها، انا تاريخ ميلادي الورقه الاصليه لتقويم ام القرى هذه موجوده هنا، يا ليت الكاميرا. ايوه. انا عندي ابوي الله يرحمه ويسكن الجنه،
اذا جاله مناسبه ولا شيء يسحب الورقه من الكالندر ويكتب عليها فلان ويحطها في الصندوق. انا برضو كذا انا اخذت طبيعه ابوي الله يرحمه، صرت عيالي نفس الشيء. أيوة. نفس الشيء، فهذه عزيز علي الورقه هذه تدل على تاريخ ميلادي. مولدي كان في قصر الملك سعود، قصر خزام، قصر الملك سعود الله يرحمه الله في جده. نعم. كان الاسره الحاكمه ابوي الله يرحمه كان مع الاسره الحاكمه الملك سعود، فهم راحوا الحج عام 1378. بعد الحج هم يروحون نقاهه في قصر خزام في جده. نعم. امي جابتني في ذاك القصر، وهذه ورقه التاريخ اللي هو التقويم. انا طبعا كبرتها وعملتها من على التيك، على خشب التيك، وطعمتها بالثلاثه براويز اللي هو العاج، نعم، الكهرمان، الفيروز، لان هذه ذكرى انا اعزها. ربنا يديك الصحة وطول الله يعطيك العافية. هذا قولي طيب، قولي لما بتدخل في الموسوعة جينيس بيدوا لك ايه مميزات القائمين على الموسوعة؟ والله المميزات انا ما حصلت على اي مميزة طبعا، ما ادري يعني لهم شروط، ما لهم مميزاتهم قاعدين يعطونها، انا ما اشوف الى الان ما اشوف شيء الصراحة يعني. بس يعني ما فيش مقابل مادي؟ هم ما في مقابل مادي. انا بالنسبة لي انا وسالت لي 2 3 دخلوا الموسوعة ما في مقابل مادي، بس اللي هو الاعتراف الاعتراف. اي نعم، الاعتراف بالمهنه، بالهوايه، بالتميز، باي شيء يعني اعتراف عندي. نعم. انا عندي رقم جديد ان شاء الله. ايه هو بقى؟ الرقم الجديد اللي هو السبحه طولها 75 متر. السبحه هذه ان شاء الله تعلن قريب، هي جاهزه الان. كان المشكله الحبل، اني اجمع لي يعني قطعه حبل تصير 180 متر، فانا لقيتها الاسبوع اللي راح، فصلتها وهي جاهزه، باقي لها بس اللي هو تعطى لون وتطعم. وبعدين الفكره عندي انا ان شاء الله، بس يعني خاطبت المسؤولين ان شاء الله، وعلى راسهم الامير ان شاء الله السلطان بن سلمان الله يحفظه، الهيئه العليا للسياحه. نعم. على اساس انه اعلانها يكون من اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني من المعاقين، يشيلها 170 شخص، انا ابغى اشيلها على اساس يكون زي ما تقولين يوم عرض ويوم ترفيهي برضه لهم، وانا ادخل فيه برقم، وان شاء الله تتيسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله موفق باذن الله. الله يوفقنا وياكم وان شاء الله نبقى معاك ساعه لما تعملها باذن الله. بتشيلونا من المقدمه؟ لا احنا هنقول رايحين نسبح، نروح لافريقيا. ايه تسبيح جماعي ما شاء الله تبارك الله. الله يطرح البركه ان شاء الله. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. طبعا ضيوف عرب اخرين كان عندهم رغبه يدخلوا موسوعه جينيس، ومن خلال مجال تخصصهم فكروا يعملوا اكبر رغيف خبز في العالم. طول الرغيف 128 متر. هنشوف اكبر رغيف خبز ونتناقش مع اصحابه بعد الفاصل. طبعا أكثر شيء شد انتباهي بموسوعة جينيس اللي هو الرقم القياسي بالمملكة الأردنية، في شارع اسمه شارع الجامعة بالأردن. هذا الشارع أخذ الأول على العالم بالإنترنت. الشخص يلي جمع أكبر عدد دومينو على شكل ثعبان. واحد كان يحط في فمه مجموعة نحل، بس مش عارف عددها يعني. إنه هو بيدخل سيوف كثيرة كده جوا his throat هنا من عن تحت، فده it's very حلو. حدا أخذ رقم قياسي بعدد الأرقام القياسية اللي محققها من جينيس من قبل. شخص ياباني عم بيشيل أوزان عن طريق أذنه. أكبر إنسان موجود على الكرة الأرضية اللي وصل عمره ل 122 سنة كان فرنسي. 40 شخص دخلوا في سيارة فولكس فاجن صغيرة. بعد الفاصل رغيف خبز طوله 128 متر. الحلم اللي أحلم أدخل به الموسوعة، موسوعة جينيس، إني أكون أسرع مرأة في العالم. ممكن بحب إنه ابني يدخل موسوعة جينيس لأنه جسمه كتير 100 وحوالي 57 كيلو، بحب إنه ينزل لحوالي 75 كيلو. إنه ممكن يكون أكتر ناس بيعرفوني ويحبوني بالكرة الأرضية كلها أكتر من المشاهير يعني. ممكن أعمل أطول غطسة في الماء النفس، يعني ممكن تحسب لي بالدقائق تحت الماء. ما عندي شيء محدد، ما بعرف. لا، بتمنى ان يكون عندي حلم او كده او حاجه اكون عايزه احققها يعني وتحصل. الانجاز اللي بحلم حققه هو اكبر تبوله او اكبر جات حمص بالعالم. بتخيل حالي عم بعمل لغه جديده من كلمات صغار سهله وقريبه لكل العالم، تجمع كل لغات العالم بجمله واحده.
معنا أعزائي الأستاذ نذير الفرة وشريكه في التجربة الأستاذ ياسر حسن. أهلا وسهلا بكم معنا. أطول رغيف خبز في العالم من نوع البيتا. نعم، الحقيقة اللي صار إنه إحنا أسسنا شركة باسم مخابز جنى بالشراكة مع الأستاذ ياسر نعيم والسيد عبد الرحمن البيضائي، مجموعة آرمز جروب بدبي. وحبينا يعني حسب ما لما أسسنا الشركة إنه ننطلق بفكرة جديدة ونفوت موسوعة جينيس. يعني دي كانت خطة إعلامية دعائية؟ هي فيك تقولي إعلامية بنفس الوقت بشيء مبتكر جديد، العالم العربي يفوت بموسوعة جينيس. ف يعني الخطة تأسيس الشركة مع الدخول الموسوعة كانوا بنفس الوقت. الهدف كنا نعمل 100 متر. فلما اجى الحكم من لندن جينيس طلب منا 100 متر، واللي صار انه طلع معنا 170 متر. بس خير كتير. ايه، بس سوء الحظ انه الخبزه وهي عم تطلع من الفرن انقسمت نصين. فاجى القاضي قاس اول وحده، فطلع فيها مشكله وقال لنا احنا اسفين مش حتاخذوا الشهاده واحنا حنتوكل على الله ونرجع بلادنا. بس في نص ثاني. بس في النص الثاني فشف الثانيه وطلعت 128 ونص متر. الحمد لله رب العالمين. احساسك ايه بقى اول ما قال لك احنا رجعنا بكلامنا ونمشي؟ احنا طبعا يعني 15 شخص ب 40 كيلو طحين، 8 تجارب، ايام وساعات. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا. ازاي يعني مش قادره افهمها، ازاي تخبزوا كل ده؟ انه فرن ده اللي ياخد كل ده مره؟ انا لما اسسنا الشركه بالشراكه مع استاذ ياسر كان عندنا هدف انه نكون مبتكرين وافكارنا جديده. فقعدنا مع المعلم او هو الخباز اللي اسمه عبد القادر باش، قلنا له بدنا نعمل اطول خبزه بالعالم. قال لي اطول خبزه بالعالم قد كده 60 سم قد كده بالكثير متر 128 دي مش حتنفع. فقلنا له لا بدنا نعملها. قال طب حاعمل مترين ثلاثه. قلت له لا حنعمل 100 متر. فقال لي طيب، ومثل عم بيساير فيه انه طيب، ويعني هو مش مقتنع مستحيل. فمع التجارب طلع معه متر والمترين. قلت له طالما قادر تعمل مترين تقدر تعمل 128 او 130، والحمد لله نجحت. بس ما تسالينيش عن السر، لانه لو اديتك السر حتبقى ما حدش هيعمل جينيس تاني ما انتوا عملتوا. بس عايز افهم ازاي يعني انه فرن ده اللي ياخد 100 متر ولا حته؟ لا هي مش حته. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الفكره الاساسيه بالمناسبه هي فكره نزير. يعني دخول الموسوعه هو فكرته، ونحن بحكم الاستقرار في دبي يعني الجهد الاكبر حقيقه يعني كان واقع على عاتقه هو. يعني المساله في النهايه هي توفيق من رب العالمين طبعا، ولكن في جهود يعني قيمه جدا بذلت للوصول للرقم ده. يعني يمكن اخطر نقطه كانت في انه رفض الجدج كان في يوم الافتتاح نفسه. يعني اذا كان الموضوع باظ كان البرنامج كله اتلخبط من البدايه للنهايه. الترتيبات الفنيه او كيف تم الموضوع انا حقيقه ما كنتش موجود، لكن نزير والشباب اللي موجودين في المصنع طبعا خلاص بقى مش عايز يقول لنا خلاص هنسامح. لا لانه النيه باذن الله تعالى الاستمراريه في التميز مساله مهمه جدا. ونحن عندنا باذن الله تعالى خطط لانه نكون موجودين سنويا في الكتاب، اذا ليس بكسر الرقم اللي احنا تحصلنا عليه ولكن باشياء اخرى وفي نفس المجال باذن الله تعالى او مجالات اخرى. يمكن يعني كتعليق بسيط، العالم العربي بالمناسبه مليء بالناس المبدعين والمتميزين. للاسف الشديد يمكن في ناس ما بيعرفوا كيف يتوصلوا لتسجيل الرقم. طب انتوا بقى توصلتوا اليوم ازاي؟ في خطوات معينه بالمناسبه. الحصول على الرقم او التسجيل في حد ذاته او قبول المؤسسه في انك تدخل في المنافسه نفسه بيمر بخطوات كثيره جدا وخطوات صعبه. يعني هم بيفرضوا شروط صعبه جدا أكيد جدا. ملايين بيكلموهم كل يوم عشان طبعاً. يبقوا عمليه انه انت تسجل كليم
وتقبل لدرجه انه هم يبعثوا حد عشان يشوفوا. دي مرحله بتاخذ وقت نفسها، ممكن نزير بحلم متابعه يعني. ازاي بقى؟ ايه هي الخطوات اللي انت عملتها؟ بصراحه الاجراء جدا صعب. يعني اول شيء مكتبهم الاقليمي في دبي اجى ما صدق، فلما شاف الخبزه كده على الارض وراح ورجع وراح ورجع ومش مصدق، فبص فيها يمكن 3-4 مرات حتى استوعب انه فعلا في خطوه يعني خبزه طويله. بعدين اخذ صور وراسلهم ورجعوا ردوا له قالوا له في انواع خبز معينه مثلا تقبل ولا تقبل. في خبز مثلا الباجيت دخل. فمش حندخل يعني الخبز خبز بانواعه. قال لهم في خبز عربي، الخبز العربي غير البيتزا. ففي امور يعني شوي تكنيكال. ولما وافقوا يعني في 3 حكام بالاجماع وافقوا انه فعلا هذا رقم قياسي ومفروض يفوت على موسوعه. بعدين بعتوا قاضي، القاضي اجى. على فكره عرض الخبزه 20 سم ما مفروض تقل اقل من 20 سم. طولها يعني في قياسات معينه لازم الواحد يعني يخلصها. واجى حكم والحمد لله توفقنا واعطانا الشهاده. خد الوقت قد ايه من ساعه ما طلبت لغايه ما ادوا لك الموافقه؟ يعني المشروع اخذ مع جنس تقريبا 2 شهر. مش وقت طويل برضه، يعني وقت كويس. والخبزه طلعت في 2 ساعتين. عملتوا بيها ايه بقى بعد ما طلعت؟ سؤال مهم. احنا الحقيقه النيه انه كنا نتصدق فيها للعمل الخيري. نعم. انه في ناس جمعيات الخيريه. نعم. في ناس اولى. والحمد لله يعني هاي سياستنا، سياسه الشركه. فلما انقسمت نصين واخذ وقته ولا يقرر تنفع ولا تنفعش، اللي على الشمال نشفت. اجى يشوف اللي جهه اللي على اليمين برضه نشفت. وعلى فكره كان في باص من احدى الجمعيات الخيريه واقفه برا بس حتى تاخذها. ولما صار الخلل الفني ونشفت اضطرينا يعني نتصرف فيها بطريقتنا، يعني العلف والحيوانات وكذا. صراحه المره الجايه ان شاء الله. بس احنا بنوعدهم المره الجايه بدها تروح لهم ان شاء الله. ناويين تكسروا رقمكم القياسي؟ اكيد طبعا. هو بالمناسبه الرقم 128.5. في حالات الارقام القياسيه حتى 1 من 10 بتفرق. فبالتاكيد الرقم الجديد حيكون اكثر من كده. زي ما الاخ نزير ذكر قبل شويه انه كان الرقم ممكن يكون 200 متر، بس للاسف الشديد يعني اتقسمت الخبزه. هي دي الشهاده اللي ادوها لكم؟ دي الشهاده نعم. معلقينها في المصنع؟ هي دي اللي معلقه في المصنع. طب قول لي بقى، فرق معاكم انتم ايه بقى الدعايه اللي حصلت بعد ما كمصنع، يعني بعد ما كتبتوا في موسوعه جنس؟ الحمد لله كسبنا. يعني اول شيء احنا برهنا لنفسنا بالتميز، وفينا احنا كعرب كلنا نورجي لنفسنا وللناس انه فينا نتميز وفينا نبتكر وفينا نجدد وفينا نعمل. هو احنا اختصاصنا احنا مصنع، بس هالمصنع او الشركات مبنيه على افراد، وهالافراد مثلي ومثلك ومثل الجمهور الكريم يقدر يبتكر. واحنا كعرب مفروض نبتكر ومفروض نطور ومفروض يعني الاخ اللي دخل موسوعه جنس بالطيران او بالمسبحه شيء بيرفع الراس، صح ولا لا؟ صحيح. فلازم كل يوم يكون همنا ابتكار وتجديد حتى ما حدا يسبقنا. احنا احسن من الناس، ما في حدا احسن مننا. كل سنه بتتغير المعلومات اللي جوه الموسوعه ولا اول ما تدخل فيها خلاص بتفضل؟ طبعا كل سنه في اديشن جديد. فهم مثلا من شهر 2 ل 2009 مثلا ل 2010 بيحطوا الارقام الجديده بس. يعني احنا في الموسوعه دي احنا اخذنا الشهاده بس حنخش في 2010 لانه 2009 اوريدي خلصت طبعا. يعني بس الارقام الجديده هي اللي بتوضع داخل الموسوعه. نعم. والا بقى كانت ما بقاش موسوعه، كان خدوا هم الرقم القياسي الاكبر كتاب في العالم. صح. هو موفقين دايما يا رب ان شاء الله. بس سؤال اخير، ايه يعني اكتر رقم عجبك انت شخصيا في موسوعه جنس الارقام القياسيه؟ اطول خبز عربي في العالم. بائع شاطر. وعلى فكره يعني فكره مبتكره جدا للدعايه لمصنعهم، انا متاكده ان مفيش حد سبقك ليها. دي لوحدها عايز شكرا. مصنع وعليها شعارنا
عليها الخبزه جوعونا دلوقتي، مش مهم انها تبقى 200 متر، احنا ممكن ناخد الصغير. شكرا، موفقين ان شاء الله. الله يحفظك. نجوم الرياضه وكره القدم بالتحديد اعضاء دائمين في موسوعه جينيس. إنزاجي الإيطالي صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة، سجل 63 هدف وهو بيلعب لنادي AC ميلان في الدوري الإيطالي. أنيلكا الفرنسي أغنى لاعب حصل على أجر من كرة القدم، وصل مجموع مرتبه خلال رحلته مع الكرة إلى 169 مليون دولار، ولا زال يمارس اللعب في نادي تشيلسي الإنجليزي. في لاعب عربي بينتظر إجراءات دخوله لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ليه؟ لأنه أصغر لاعب كرة قدم في العالم. هنقابله ونعرف حكايته بعد الفاصل. بحلم في يوم من الأيام أني أنضم، بس بعد ما فكرت كيف ممكن أنضم. بتمنى وبطلع أني أكون في إحدى صفحات الكتاب. أكيد أي واحد يعني عنده حلم أنه يكون من المشاهير. كل إنسان طبعا بيحلم أنه يكون في موسوعة جينيس، لأنه هذه شركة عالمية يعني. والله إذا عملت شيء بيتحقق يعني بيستاهل. إن شاء الله. ليه لا؟ لا، ما بحلم انضم بيوم من الايام لموسوعه جينيس، ما كثير موضوع مهم يعني. اكيد انا بحلم انضم لموسوعه جينيس، بس بعد ما قررت شو اي رقم بدي اكسر. انا ما حلمش ادخل موسوعه جينيس. اكيد انا بتمنى شي نهار انضم لموسوعه جينيس. انا بحلم طبعا ادخل موسوعه جينيس طبعا عشان اكون مميز طبعا. والله اتمنى اني ادخل في موسوعه جينيس للارقام القياسيه، بالذات في مجال الرياضه. اي والله احلم اني احط في موسوعه جينيس قطري، دخل موسوعه جينيس وارفع علم بلادي. بعد الفاصل الكابتن يوسف أصغر لاعب كرة قدم في العالم. نفسي زي مين؟ أول حاجة كانت لي برنامج، بعد كده قالوا لي ندخل الموسوعة. شكله والكرة تحت رجله إن الولد ده مستقبلا هيبقى حاجة كويسة. فعلا يوسف أصغر لعيب في مصر، وبالتالي كان اصغر لعيب في العالم اللي هو عنده 6 سنين السنه اللي فاتت لما تسجل. لما احنا عرفنا الخبر ان هو يوسف اصغر لاعب كره في مصر، بابا فكر ان هو يبحث بره في الخارج، ويدخل على المواقع ويسال مين اصغر لاعب كره قدم، فدخل على موسوعه جينيس الارقام القياسيه وابتدى يسال. عرفنا وقتها ان اصغر لاعب كره قدم على مستوى العالم عمره 13 سنة. دخلنا على الموسوعة وراسلناها وابتدينا ان احنا طلبوا مننا الأوراق الرسمية في اتحاد الكورة وشهادة الميلاد والأوراق الرسمية اللي تقول ان يوسف مقيد فعلا، وفعلا بعتنا لهم الأوراق دي وبعتوا لنا استمارة ان احنا نمضي عليها، ويوسف مضى الوقت ده في الاستمارة، والحمد لله يوسف دخل الموسوعة واحنا مستنيين الشهادة اللي هي المختومة الرسمية بقى. معنا أعزائي يوسف شريف أصغر لاعب كرة قدم في العالم، شفناه في التقرير. شرفنا حضور السيدة أمل والدة يوسف. أهلا وسهلا بكم معانا. أنت ابتديت تلعب كرة وعندك كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين؟ إزاي 3 سنين يلعب كرة؟ فعلا هو بدأ يلعب كرة وهو عنده 3 سنين. يعني تمرين الكرة يجيبها يعني كده ولا ولا كرة قدم؟ كرة قدم. لا، كرة قدم. هو احنا حسينا من هو عمره 3 سنين ان هو موهوب وبيجيد اللعب والمراوغة بالكرة، فبابا وداه النادي وكان صغير جدا وقتها، لكن استوعب التمرينات كويس وكان بيلعب. هو عمره 3 سنين ونص كان بيلعب في وسط الولاد. بس هم عادة يعني بيرفضوا انهم ياخدوا حد مثلا اقل من 5 سنين او 6 سنين انه يبتدي يلعب. ازاي اتخطيتي بقى انت الحكايه دي وخليتيهم يدخلوه؟ هو ده اللي احنا عملناه لما في نادي النصر لما لقوا الولد مميز وموهوب واشول واداؤه اكبر من سنه بكتير ويقدر يستوعب كويس ويأدي كويس، فاهتموا بيه فعلا. وده كان دور كويس بالنسبه للكباتن ان هم وافقوا ان هو يمارس ويتمرن الكوره. وهو عنده 4 سنين كان بيلعب ماتشات، 6 سنين كان نزل الدوري في مصر وبيلعب ماتشات مع الاولاد 11 و12 سنه. ما شاء الله. يعني كان عندك 6 سنين. طب دول كلهم اكبر منك، مش بتخاف يكسروك ولا يعملوا حاجه؟ ازاي بقى بتهرب انت من حكايه انهم كلهم اكبر منك واكيد اقوى وانت في الملعب؟ بتتعامل معاهم ازاي؟ انا مش خايفه، انا بمسك الكوره عادي، برقص كده وانا عادي يعني مش مشكله. مركزك ايه في الملعب؟
نص ملعب. نص ملعب بتعمل يعني بتفضل قاعد هناك؟ اصل انا ما بعرفش الكوره قوي، فقول لي نص ملعب ده بيعمل ايه؟ بن الكوره رجاله ترفعنا، هم بيروحوا يرفعوا بس سابق بقول من نص الملعب. يعني بيسموك كده صانع الالعاب، يعني انت اللي بتدي الكوره للناس اللي بيعرفوا يدخلوا الاجوان. طب كم هدف انت حققته بقى؟ انت دخلت كم جون؟ نص ملعب مش عدهم، دخلت كتير مش عدهم. كتير قوي مش قادر تعدهم؟ بسم الله ما شاء الله. طب اخر ماتش لعبته امتى؟ اخر ماتش كان الناس كنا بنلعب اليوبلس. امتى؟ كان اخر ماتش كنا بنلعب اليوبلس. اليوبلس ده من امتى؟ من شهر شهرين؟ يعني من 4 أسابيع كده. 4 أسابيع من شهر يعني. ودخلت فيه جوان ولا لا؟ دخلت كم واحد؟ دخلت 3. 3 في نفس الماتش؟ بسم الله ما شاء الله. طب الكبار بقى بيغيروا منك لما يلاقوك انت صغنن كده وبتدخل اجوان؟ بس احنا اصلا احنا كسبنا 14-0. 14-0 كنتوا بتلعبوا مع نفسكم 14-0. ده ايه الفريق الثاني اللي هنفضحه النهارده ده؟ اليوبلس. في اليوبلس؟ خلاص كل الدنيا عرفت مستواكم ايه بقى. 14-0. طب والله دي حاجه مشرفه. وانت دخلت منهم 3؟ مع اصلا كنا بنلعب 4 شوط، فانا نزلت بقى في الشوط الثاني. يعني لو كنت دخلت من الاولاني بقى كانوا بقوا 6 مثلا. ما شاء الله. طب بالنسبه اللي بيلعبوا معاك كلهم اكبر منك في السن، بيتعاملوا معاك بقى انك الاصغر منهم ولا بيتعاملوا معاك راسك براسهم؟ يعني مثلا ايه الصغير ده ولا عادي خلاص اتعودوا ان انت صغير في السن ومع كده صانع العاب؟ لا هم برضه بيعلموني يعني كاني قدهم. كانك قدهم. وانت بتحسش انك اصغر منهم؟ ما بتجيش في قلبك كده ان انا اصغر منكم ولازم اثبت نفسي كل شويه عشان احس ان انا قدكم؟ ولا مش في دماغك خالص؟ دماغي. طيب انت عايز لما تكبر كده تبقى زي مين من اللاعبين؟ عايز ابقى زي الخطيب. اشمعنى الخطيب؟ الخطيب هو مربيني. هو اللي مربيك. يعني انا شايفه في صوره كانت بينهم هما الاثنين والكابتن الخطيب، يعني واضح ان هو محتضنه. ده هو بيتمرن في الاكاديميه عنده، بس ده برايفت. هو متأيد بنادي النصر الرياضي اللي طلع منه كابتن محمود الخطيب. فهو بيمرنه بقاله 2 سنين دلوقتي، غير نادي النصر طبعا اللي قايم معاه بمجهود رائع. يعني مش خايفه عليه بقى من الكوره تسرقه من مذاكرته مثلا زي معظم الامهات العربيات ما بيفكروا؟ والله هو الحمد لله الولد متفوق دراسيا جدا، بيطلع الاول على المدرسه ما شاء الله. وبعدين اللي هو وصل له بيخلي اي ام تفرح بابنها. فهو انا على فكره يعني معلوماتي ضعيفه جدا عن الكوره، لكن باللي انا بشوفه مع يوسف حسيت ان ده شيء مهم، الموهبه وان احنا نرعاها ونبدا بيها، ده شيء جميل. يعني يوسف بيساعدني بكده. ما شاء الله تبارك الله. طب انا شايفه كده ميداليات ما شاء الله كتير. هي بعضها على فكره كمان. يعني دول بقى دي بطولات ولا ايه؟ دي بطولات اخذها يوسف. برغم ان هو عمره 7 سنين لكن حصل على مراكز الاولى كتير، احسن هداف، اللاعب المثالي، يعني على مدار ال4 سنين اللي لعب فيهم. ما شاء الله تبارك الله. عنده اخوات؟ عنده 3. ما فيش حد فيهم دخل مجال الرياضه الا هو؟ لا هو يوسف الموهبه ضاغط عليه فعلا، يعني هو اللي ثبت نفسه. لكن هم احنا بنحاول نخليهم اطفال طبيعيه يعبروا عن الرسم، عن الرياضه، اللي بيحب يقرا. لكن يوسف هو بالنسبه للكوره هو اللي ضرب لنا الارقام القياسيه. ما شاء الله تبارك الله. انه هو صغير السنه اللي فاتت اتأيد ونزل الدوري في اتحاد الكوره. لما رحنا نسال عليه لقيناه هو اصغر لاعب كره قدم في مصر، مقيد وبينزل بيلعب الدوري فرق رسميه. يوسف كان اصغر واحد. بعد كده فكرنا في موضوع الموسوعه نبحث عالميا، والحمد لله يعني يوسف كده بيسعدني قوي لما بيكون على النت ان اصغر لاعب كره في العالم هو الطفل المصري يوسف شريف. ده شيء بيسعدني وبيشرفني. تبارك الله. احساسك ايه بقى لما ادولك اللقب ده في موسوعه جينيس؟ انا نفسي بقيت فرحان اللي دخلت الموسوعه. ولما
اتكتب اسمك بقى، خدتها لاصحابك في النادي بقى وانا دخلت الموسوعه عملت ايه لما قالوا لك انهم وافقوا عليك؟ كنت فرحان. يعني خدتها لاصحابك هناك ولا لا؟ طمني. خدتها. طيب اتعاملوا معاك ازاي بقى في النادي لما حطوا لك الشهاده يعني مثلا، ولا نوهوا قالوا يا جماعه باركوا ليوسف، يوسف دخل الموسوعه؟ هم المدربين هم يا اخي ان احنا نعمل نموذج لازم انا اللي اوريه. الله. هو بيعتبروه في اي مكان ضيف شرفي، اي ماتش ينزلوا فبيقدموه هو الاول وبيحكوا قصته كده بطريقه بسيطه، وبعد كده هو بيلعب علشان يكون رمز للاولاد اللي في سنه. بس تعالى انت ايه حكايه تغيير لون شعرك؟ بس انا كده. لا انت عايز تقلد اللعيبه الكبار، قول لي عملت هم بيقلدوه. هم اللي بيقلدوك. قولي الحق. طيب واحد عندي في نادي النصر صبغ شعره على لون اصفر عشان يبقى زيك. فاكر انه هو الشعر ده اللي هيدخله الموسوعه؟ اقول له لا، ده في حاجات تانية كتير. موفق دايما يا يوسف. ميرسي. انا عايزه اعرف بس، يعني انت كأم بقى اليوم متقسم ازاي؟ اكيد بتاكليه غذاء معين مثلا. هو ماشي مع دكتور تغذيه من 3 سنين، واحنا لما لقيناه بيعمل تمرينات مكثفه فمشيناه مع دكتور تغذيه علشان ينظم له البنيه بتاعته. النظام في بيتنا مهم جدا، لان يوسف بيقعد فتره كبيره جدا في تمريناته، في المذاكره، في المدرسه، فكل ده انا بحاول كأم ان انا انظم بقى العمليه دي، ما فيش حاجه تقع مني. دروسه لازم ياخدها، مدرسته يروحها، تمريناته، كل الكلام ده شيء مهم جدا في حياتنا. فورا يوسف بقى واللي هو عمله ده، النظام في حياتنا ده شيء مهم قوي. بصراحه يوسف شكله كده على الاحتراف جري. يا افرضي رب. تم الاحتراف بقى، هتسيبي ال3 الباقيين وتروحي مع يوسف ولا هتعملي ايه؟ احنا رفضنا ده فعلا بيحصل، ان بيجي لنا عروض حق الرعايه، لكن علشان اخواته التانيين والدنيا لسه ما اتظبطتش، فلما يعني يكبر شويه، هو كمان لسه صغير قوي وهو حاليا بياخد كل اللي هو عايزه من النادي بتاعه، لما يكبر شويه احتمال كبير يعني يكون في مكان هو عايز يلعب. عايز تلعب فين يا يوسف؟ مانشستر. نفسي مانشستر يا جامد. طب ومحلي تدخل في ايه؟ ولو هنا في النادي اللي في البلد هنا ايه؟ الاهلي بيبو الأهلي. طبعا. لازم الاهلي. عموما ان شاء الله نشوفك في الاهلي ونشوفك في مانشستر يونايتد وتشيلسي واللي انت عايزه كله، واي سي ميلان. يا رب يا رب. الف مبروك حبيبي. ميرسي، متشكره. طبعا كل واحد ربنا خلق فيه نقطة تميز ونعمة خاصة بيه. المهم ندور جوانا على الشيء اللي ممكن يميزنا وننميه ونثقله. مش ضروري كلنا ندخل موسوعة جينيس، المهم اننا نحقق نفسنا ونبقى فخورين بكل اللي قدمناه في حياتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الاسبوع الجاي بحلقة جديدة من نشوة، والى اللقاء.